وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. السؤال المتكرر دايما: إزاي نقدر نتحكم في وزننا وما نزيدش، خصوصا في الأيام اللي فيها أعياد ومناسبات وبناكل فيها من الحلويات كتير؟ كلنا عارفين إن الأعياد والمناسبات بتبقى مليانة أكل وحلويات وعزومات، وده بيخلي الوزن بيزيد بسهولة جدا حتى لو حاولنا نتحكم. عشان كده مهم نعرف ازاي نحافظ على وزننا، وايه الوسائل اللي ممكن تساعدنا لو لقينا اننا مش قادرين نسيطر على الاكل او الوزن بدأ يزيد. في حلقة النهاردة عايزة اطمنكم تماما لاني هقولكم على مجموعة من الادوية دي ممتازة وهتساعدكم انكم ما تزيدوش في الوزن. ده بالعكس، لو انتظمتم عليها مع شوية نصايح هقولكم عليها الوزن هينزل من 2 ل 3 كيلو تقريبا. أول وأهم دوا معانا النهاردة حتى لو استغنيت عن كل الأدوية اللي هتتقال في الحلقة هو ميباكو جرين تي، وهو مهم جدا ولازم يكون معاكم بالذات في الأيام اللي فيها عزومات، لأن هو فيه خلاصة الشاي الأخضر. هو مهم جدا ودايما بنصحكم بيه، ولازم يكون معاكم في الأيام اللي فيها العزومات، لأن هو فيه خلاصة الشاي الأخضر، بيتباع كمكمل غذائي مش كدواء لعلاج مرض. الغرض الأساسي منه إنه يساعد في زيادة معدل الأيض أو الحرق، وبيقلل الشهية شوية، بيساعد الجسم إنه يحرق سعرات أكتر، فيه مضادات أكسدة قوية مفيدة للصحة العامة، وكمان بيدي شوية نشاط. فإحنا بنعتبره محرقة للدهون من أول اليوم لآخره، والجرعة بتاعته بتتاخد مرة واحدة بس في اليوم قبل الفطار بنص ساعة. نيجي بعد كده لتاني نقطة وهي الغدا، وهي الوجبة اللي دايما مليانة بالدهون والزيوت والسعرات الحرارية، وبالتالي أنا محتاجة أخد قبله حاجة تطرد لي كمية الدهون والنشويات اللي هتكون داخلة ضمن وجبة الغدا. ومن أفضل الحاجات اللي هرشحها لكم إنكم تاخدوها قبل وجبة الغدا وهو مراجو من الأدوية اللي بتساعد في نزول الوزن، وفكرته الأساسية إنه بيقلل امتصاص الدهون من الأكل. ومراجو هو أكياس مش أقراص، بناخد كيس واحد ونفضيه على كوباية مية وناخده قبل الغدا بساعة. طيب لو مش عندنا مراجو يبقى ممكن نستخدم الدواء اللي أنا بحبه جدا وبرشحه للناس ودايما بقول لهم خليه معاكم في شنطتكم بالذات في الأيام اللي فيها عزومات، وهو أورلي من الأدوية القوية جدا اللي بتطرد تلت كمية الدهون اللي بتدخل الجسم. يعني انت لما تستخدم كبسولة الأورلي مع وجبة الغداء الدسمة بعد على طول ما هتخلص الغداء، هتلاقي نفسك ان الجسم طرد تلت كمية الدهون اللي كانت موجودة. علشان كده هو بيعتبر منقذ سريع جدا للجسم. الناس اللي برا مصر هيلاقوا الزينيكال وهو بالظبط زي الأورلي. طيب بالنسبة بقى لجرعة الأورلي فهو مفهوش أي تظبيط أو افتكاسة، احنا هناخد قرص واحد أثناء وجبة الغداء، وبكده يبقى احنا بدأنا اليوم بقراص الشاي الأخضر وكملنا وجبة الغداء سواء بأكياس مراجو أو بأورلي. طيب أثناء باقي اليوم أنا عايزة كمان حاجة تفضل ترفعلي الحرق. من أفضل الحاجات اللي أنا برشحها بقوة جدا وياريت تنزلوا تجيبوها دلوقتي، لأن هو بيكون كميته مش كبيرة في الصيدليات وبيخلص بسرعة علشان الطلب عليه، وهو إقراص جينجر ليه فايدتين مهمين جدا. أول فايدة إن هو بيفضل يرفعلي معدل الحرق على مدى اليوم، وتاني فايدة إن هو بيقلل أو بيسد الشهية، فلما تيجي تاخده هتلاقي إن الشهية بدأت تقل على بال وجبة العشاء، وبرضه هتلاقي إن تاني يوم الشهية قلت، فهتاكل كمية أقل عن الكمية اللي بتاكلها في المعتاد. أما بالنسبة لجرعة الجينجر فهي هتكون قبل أو بعد الأكل بساعة. طيب ولو رحت الصيدلية وسألت على إقراص جينجر والصيدلي قالك إن هي مش موجودة، يبقى هتجيب كبسولات كروميوم ميباكو، وهو من المكملات الغذائية القوية جدا اللي دايما بعتبرها رقم 2 بعد الجينجر على طول. الكبسولات دي بتساعد بنسبة كبيرة جدا في رفع معدل الحرق في الجسم، ده غير إنه بيعزز التمثيل الغذائي للأحماض الدهنية. والجرعة بتاعته زي الجينجر بالظبط، هتكون قرصين، قرص صباحا وقرص مساء. وبكده نكون خلصنا جزء الأدوية، ونيجي بقى لأهم نصايح اللي لو التزمت بيها خصوصا في فترة الأعياد والمناسبات، ممكن حتى لو ما أخدتش الأدوية دي هتلاقي فرق كبير، وهتشوف كمان إن الميزان بتاعك ثابت ومزدش. هيكون بعد وجبة الغدا المتينة بساعة كوباية شاي أخضر، ولو ما عندكش شاي أخضر ممكن نستبدلها بمية مغلية وعليها عصير نص ليمونة، وكوباية الشاي الأخضر
أو المية المغلية اللي عليها عصير ليمون هيساعدوك إنك تتخلص من الدهون اللي كانت موجودة في الوجبة، وكمان هيسرع من عملية الحرق. والنصيحة التانية إنك تشرب قبل كل وجبة كوبايتين من المية. أولا ده هيساعدك على تقليل كمية الأكل اللي هتدخل. المية دي بتنظف جسمك من السموم وبتخلصك من الدهون، فنشرب على الأقل 3 لتر يوميا. والنصيحة التالتة إنه يكون أثناء وجباتك طبق كبير من السلطة. والنصيحة الرابعة إن يكون عندك في اليوم نص ساعة تخصصهم للمشي. مش هطلب منك رياضة معينة، لكن هطلب منك نص ساعة بس تخصصهم للمشي. وأنا بفضل إنك تعمل الكلام ده يا إما بعد الفطار بساعتين يا إما بعد الغدا بساعتين، وده لأنك أول حاجة بتحافظ على معدل الحرق في الجسم، 2 بتتجنب زيادة الوزن. النصيحة الخامسة إني بلاش أبدأ أول اليوم بسكريات، وده لأنك لما بتبدأ يومك أول حاجة بالسكريات بيحصلك هبوط ودوخة. وتاني حاجة إن مستوى الأنسولين بيعلى جدا في الجسم، فبالتالي بيقل معاك معدل الحرق. ده غير إن انت هتلاقي الشهية بتاعتك زادت جدا على مدار اليوم. والنصيحة السادسة والأخيرة وهي بخصوص وجبة العشاء، واللي بطلب فيها منكم إننا نقلل خالص كمية السكريات والنشويات والدهون العالية. يعني ممكن الحاجات دي كلها ناكل منها أثناء الصبح، لكن في فترة العشاء يكون بقدر الإمكان السكريات والنشويات فيه بكمية قليلة. ويفضل إن وجبة العشاء تكون الساعة 7 بحيث تكون قبل ميعاد نومك ب5 ساعات. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة.